الأخت شيماء تتكلم عن السيد البدوي، تكلمنا عليها بما فيه الكفاية وبينا ضلالات هذا الأمر بما فيه الكفاية. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. الغالي، كيف حالكم؟ الحمد لله. تفضل. شيخ، عندي سؤال أو استفسار تفضل. عن على على سبيل المثال يعني للحصر. فرقة من الفرق يعطلون مثلا شعيرة الجهاد ويطعنون في الناس وعباد للطاغوت. أيوه. فرقة أو مثلا على سبيل المثال فرقة تعطل مثلا صفة من صفات الله. لماذا لا يكفرون مثلا ولو جاء شخص بعينه عفوا الذي أو شد في القرآن الكريم؟ الذي ذكرته أولا نعم. فئة تعطل الجهاد، لا، ليس هكذا. إنما يقولون الله يحفظك، يمجدون مثلا أو لا يعلمون أنهم. اصبر علينا بس. طبعا الجهاد له فقه. صحيح. الجهاد له فقه. لا يتصور صحيح. أن عدوي يقابلني بالرصاص وأنا أقابله بالطوب. يعني إذا أنا الآن ما عندي أي سلاح ومعي حجارة وعدوي معه آليات ورصاص، هل من الفقه أن أقابله أو أن أفكر في طريقة؟ طيب شيخ، بالنسبة لفقه الأولويات يعني ما عاد نفهم، يعني ضعنا لا بس الأولويات. عفوا، بغض النظر عن الأحداث التي تمر بنا، نعم. لنا والحمد لله ما يقارب 10 محاضرات في فقه الجهاد. هذه المحاضرات قيلت قبل أحداث غزة بزمن وموجودة على اليوتيوب. نعم. موجودة على اليوتيوب. فالجهاد نعم. له فقه لا تقل أهميته عن فقه الصلاة. لا تقل أهميته عن فقه الصلاة. فلا بد أن تتعلم فقه الجهاد. تتعلم فقه الجهاد. فليس من يقول مثلا إنني أؤجل الجهاد إلى أن أتسلح أو أفكر في طريقة تتناسب مع الوضع الذي نعيشه، ليس بمخزل أبدا الجهاد. فهمنا هذه يعني أقول لك أنا الآن قبائل الصعيد، القبائل في مصر مثلا على سبيل المثال، إذا في قبيلة ستحارب قبيلة، هم يعدون الرؤوس التي تحمل السلاح في القبيلة. يعني في قبيلة عدد الذين يحملون السلاح 10، وقطع السلاح التي عندهم 10 آليات، لكن القبيلة الأخرى عدد الذين يحملون السلاح 500، وعندهم 500 آلي. عندهم 500 آلي وعندهم قنابل. أدخل معهم أم أؤجل لكي أفكر في طريقة أمثل؟ والله نؤجل. هذا هو بس. فالذي يقول نحن نؤجل. عباد الطاغوت ماذا نفعل بهم؟ كيف عباد الطاغوت؟ مش فاهم. يمجدون الطاغوت. لا، الذي يمجد الطاغوت ده اسمه عند ربه. أنت دائما شيخ تعلمنا يعني أعرض عن الجاهلين. إذا متى نعرض عن الجاهلين يعني؟ والله هزلت يا شيخ. الذي يمجد الطاغوت اسمه على نفسه عند ربه. بارك الله فيك.